الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل: فإن قيل: وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال ورقية لهذا السحر القتال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ وهل من طريق قاصد إلى التوفيق؟ وهل يمكن السكران بخمرة الهوى أن يفيق؟ وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه؟ وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه من سوء دائه؟ إن لامه لائم التذ بملامه ذكرا لمحبوبه، وإن عذله عاذل أغراه عذله وسار به في طريق مطلوبه، ينادي عليه شاهد حاله بل لسان قاله: وقف الهوى بحيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن يكرم. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم. أجد الملامة في هواك لذيذة، حيا لذكرك فليلمني اللوم. ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء: والداء الذي طلب له الدواء؟ قيل: نعم، الجواب من رأس، وما أنزل الله سبحانه من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. والكلام في دواء هذا الداء من طريقين: أحدهما حسم مادته قبل حصولها، والثاني قلعها بعد نزولها. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عاد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى السؤال الأول الذي بنى عليه هذه الرسالة وهذا المؤلف القيم، في دواء تعلق القلب بالإثم والحرام، تعلقه بالعشق أو الفاحشة، تمكن ذلك من القلب. فهل لهذا من طب ودواء؟ هل له من علاج؟ لأن كثيرا ممن يبتلى بهذه الأشياء يظن أنها لا طب لها ولا علاج، وأنها تجذرت في قلبه وتمكنت من فؤاده فلا خلاص له منها. ومن وراء إذكاء هذا الشيطان، فهو يذكي هذا في قلبه ويوهمه أن لا خلاص له ولا فكاك من هذا الذي تعلق به قلبه. ولهذا كثير ممن يبتلى أو تبتلى قلوبهم بهذه الآفة يظنون أنها لا طب لها، وأنها لا علاج لها، وأنها أشبه ما تكون بالأدواء المستعصية على أهل الطب، فلا علاج لها ولا دواء. فأعاد رحمه الله بعد بيان بين وطول نفس في النصح، أعاد السؤال مرة أخرى مع إجابات موسعة تقدمت عليه لمزيد النصح والبيان والتفصيل في معالجة هذا الدواء. وإلا فإن جميع ما تقدم كله في هذا الباب، باب المداواة والمعالجة. ولهذا فإن كتاب ابن القيم كما قدمت في أول البدء بقراءته كتاب نافع جدا في طب القلوب،
وعلاجها وشفائها من أسقامها. ومن أكرمه الله سبحانه وتعالى من المبتلين بقراءة هذا الكتاب بأنات ونصح لنفسه فإنه يزول عنه داؤه بإذن الله. ومن وفق من الشباب لقراءة هذا الكتاب في باكورة عمره وأول شبابه فإنه يكون حصنا له من هذه الأدواء وواقيا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا فصل عقده رحمه الله تعالى لإعادة السؤال المتقدم: هل هذا الداء العضال له دواء؟ وما الحيلة لدفع هذا الخبال؟ الخبال هو الفساد، ما الحيلة لدفعه؟ وهل من طريق قاصد إلى التوفيق، أي إلى أن يفوز العبد بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى؟ والتوفيق والخذلان ضدان. التوفيق ألا يكلك الله إلا إليه، هذا هو التوفيق. والخذلان أن يوكل المرء إلى نفسه وهواه فيضيع. ولهذا ينبغي أن يكون العبد دائما مفوضا أمره إلى الله طالبا توفيقه منه جل في علاه. وكم هو جميل كما ذكرت في أيام قريبة أن يفتتح المسلم يومه بالتفويض، وخاصة الدعوة التي من أذكار الصباح والمساء والتي علمها النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا هو التوفيق، تسلم أمرك إلى الله، تفوض أمرك إلى الله، تطلب منه سبحانه وتعالى أن يوفقك، أن يكلأك، ألا يكلك إلى نفسك. لأن العبد إذا وكل إلى نفسه ضاع، وإذا فوض أمره إلى الله وتوكل عليه جل في علاه حفظ ووقي وهدي. إذا خرج المرء من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له هديت وكفيت ووقيت، لأنه فوض، سلم أمره لله، طلب توفيقه منه جل في علاه. فهل لهذا الطريق القاصد، هل من طريق قاصد إلى التوفيق؟ وهل يمكن السكران بخمرة الهوى أن يفيق؟ وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه؟ لو ذهب هذا السائل إلى بعض من لا فقه عنده ربما خذله وقال هذا مستعصي ولا طب له ولا علاج ولا حيلة فيه. وربما أيضا كان بعض من يسأل عن طب هذا العلاج من يزيد تعلق المرء بما هو متعلق به. لكن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قيل نعم له علاج، جميلة نعم بدأ بها، لأن السائل الذي أعياه مرضه وأنهكه شدة الداء الذي هو مصاب به تفتح له هذه الكلمة في أول الجواب أفقا واسعا من الأمل والراحة والطمأنينة والإقبال. فقال نعم، هذه كلمة قوية وعظيمة، والبدء بها من أحسن ما يكون أن يسمعها من يسأل عن هذا السؤال. نعم له علاج، له طب. وانظر أيضا كلامه الأجمل أيضا، يقول الجواب من رأس
وما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء. هذه لفتة جميلة. الحديث كثير منا عندما يسمعه يظن أنه خاص بأمراض الأبدان، كثير منا يظن أن هذا الحديث خاص بأمراض الأبدان، وأن ما من مرض من أمراض الأبدان إلا له دواء. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى بهذه اللفتة، ولعلكم تذكرون أيضا بهذا الحديث صدر هذا الكتاب، بهذا الحديث صدر رحمه الله تعالى هذا الكتاب. فبهذه اللفتة يشير إلى أن هذا الحديث حديث جامع ويتناول أمراض الأبدان والقلوب على حد سواء. ما من داء تصاب به الأبدان من الأمراض العضوية الكثيرة المتنوعة إلا وله دواء، حتى وإن قال بعض الأطباء هذا مستعصي لا دواء له، ما من داء إلا له دواء. والطبيب عندما يقول هذا لا دواء له أي في حد علمه، علمه من علمه وجهله من جهله، حتى لو كان ماهرا في الطب إن قال هذا لا دواء له أي حسب فهمه حسب علمه، علمه من علمه وجهله من جهله. سبحان الله، قد يكون طب يستعصي على الأطباء علاجه ويشفى منه من هو مريض به بعشبة واحدة يتناولها فيجعل الله سبحانه وتعالى فيها شفاؤه وتكون هي طب مرضه. فالحاصل أن هذا الحديث يتناول طب الأبدان ويتناول أيضا طب القلوب من أمراضها التي هي الشهوات والشبهات في جملتها. فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة، في قلوبهم مرض، هذا النفاق، مرض الشبهة. فالقلوب تمرض بالشبهات وتمرض أيضا بالشهوات. وهذا الحديث ما من داء أو ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء، أيضا هذه الأدواء لها أدوية لها علاج. ولهذا قال بعض السلف عن القرآن في هذا القرآن ذكر الأمراض وذكر الأدوية، الأمراض الذنوب والأدوية الاستغفار. فهذا الحديث حديث جامع يتناول أمراض الأبدان ويتناول أيضا أمراض القلوب، ولهذا جعله ابن القيم رحمه الله عمدة. ولهذا قال من رأس وما أنزل الله، يعني نأخذه من هذا الحديث الجامع الذي يجعل للمريض في بدنه أو المريض في قلبه أمل، حتى وإن قيل لا دواء الأمل موجود، ما من داء إلا وله دواء. فالحديث يفتح أمل كبير جدا للمريض، فلا ييأس ولا يقنط ولا يستسلم، بل يبحث عن دواء دائه وطب مرضه. قال رحمه الله والكلام، نعم، قال رحمه الله والكلام في دواء هذا الداء من طريقين، أحدهما حسم مادته قبل حصولها، والثاني قلعها بعد نزولها، وكلاهما يسير على من يسره الله عليه ومتعذر على من لم يعنه، فإن أزمة الأمور بيديه. عندما يتحدث عن طب الأبدان أو أمراض الأبدان وعلاجها، يقسم طب الأبدان إلى قسمين: طب وقائي وطب علاجي. ويقصد بالطب الوقائي أي الوسائل والأسباب التي يكون بها حفظ
البدن من أن يقع في المرض، أو الوسائل والأسباب التي إذا عمل بها وقي من المرض. ولهذا الحمية هي من أنفع ما يكون في الطب الوقائي. الحمية مما يخشى على البدن منه، مما يخشى على البدن من مضرته، فمن اتقى ما يخشى على بدنه منه فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يسلم. ومن لم يبالي ربما جلب لنفسه المرض بتركه هذه الأسباب أو هذه الوسائل. فالطب الوقائي هو علاج للمرض بالعمل على دفعه بإذن الله سبحانه وتعالى، العمل على اتخاذ الوسائل، وسائل دفعه قبل أن يقع. والنوع الثاني من الطب هو الطب العلاجي، وهو الأسباب والوسائل التي يعمل من خلالها على رفع المرض بعد وقوعه وبعد إصابة المرء به. والسنة جاءت بهذا وهذا في طب الأبدان، السنة جاءت بهذا وهذا في طب الأبدان، جاءت بالطب الوقائي وجاءت أيضا بالطب العلاجي. وفي السنة أحاديث كثيرة جدا نافعة في هذا الباب، باب الطب الوقائي. مثلا بحسب امرئ لقيمات، هذا نافع جدا في الوقاية والسلامة من الأمراض. كذلك قوله من اصطبح ب7 تمرات لم يضره، هذا وقائي، هذا وقائي نافع جدا في هذا الباب. أيضا جاءت السنة بالطب العلاجي، وابن القيم رحمه الله له مجلد كامل في الطب النبوي من كتابه زاد المعاد، فصل في الماثور والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطب بنوعيه، الوقائي والعلاج. والأمر نفسه أيضا في طب القلوب الذي هو موضوع الحديث هنا. طب القلوب ومداواة أسقامها هو أيضا على نوعين، وقائي وعلاجي. ولهذا يقول الكلام في دواء هذا الداء ومعالجة هذا المرض من طريقين: أحدهما حسم مادته قبل حصولها، هذا الذي هو الطب الوقائي، حسم مادته قبل حصولها، هذا الطب الوقائي، يعني الأسباب التي يتخذها المرء ويفعلها حتى يسلم من هذه الأدواء. وقلت قبل قليل لو وفق الشاب في باكورة عمره لأن يقرأ هذا الكتاب المبارك كتاب ابن القيم فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون حصنا له واقيا، خاصة في زماننا هذا، فإن الشباب يتعرض في زمانه لهجمة شرسة جدا على دينه وخلقه وعفته وشرفه وأدبه، فيحتاج إلى أن يحصن نفسه. وكثير من الشباب الآن يمشي هكذا بدون أن يكون حصن نفسه، فتصيبه الأمراض، تصيبه الأدواء، تخترقه، تصل إلى فؤاده وقلبه، تضره مضرة عظيمة جدا. ولهذا الطب الوقائي مهم جدا، والأخذ بالأسباب الواقية لا يخاطر المرء، ومن كان مخاطرا بشيء فلا يخاطرا بدينه فإنه أثمن ما يملك. ومن كل شيء عوض إلا الدين، إذا ضاع الإنسان لا يعوضه شيء، وإذا خسره الإنسان فهذا هو الخسران المبين والعياذ بالله.
فالطريقة الأولى حسم مادته قبل حصولها، هذا الطب الوقائي، والطريقة الثانية قلعها بعد نزولها، وهذا الطب العلاجي. قلعها بعد نزولها هذا الطب العلاجي. فإن كانت وقعت وابتلي المرء بها فهذا له نوع من العلاج، وإن كانت لم تقع بعد فهناك علاج يعتني به المرء فيكون واقيا له بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه الأدواء. هل هذه الأدوية التي يتحدث عنها أمرها عسير صعبة؟ قال كلاهما، يعني الطب الوقائي والعلاج لهذا المرض، يسير على من يسره الله عليه. اللهم يسر أمورنا والمسلمين. يسير على من يسره الله عليه، ومتعذر على من لم يعنه الله. فرجع الأمر إلى التفويض والتوكل والاستعانة وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن أزمة الأمور بيده سبحانه وتعالى. فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران. الطب الوقائي في هذا المرض له مسلكان، أمران لا بد أن يعتني بهما المرء، فإن وفق للاعتناء بهما سلم بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه الأمراض. فأمران، نعم. أحدهما غض البصر كما تقدم، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ومن أطلق لحظاته دامت حسراته، وفي غض البصر عدة منافع. يقول أحدهما غض البصر. هل إطلاق البصر بهذه الخطورة في حصول هذه الأمراض والأسقام للقلوب وامتلاؤها بهذه الأدواء الخطيرة المهلكة الفتاكة؟ الجواب نعم. ولهذا آفة الزنا التي وصفها الله بأنها فاحشة وأنها ساء سبيلا، في ما يتعلق بحفظ الفرج قدم عليه في الذكر غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قدم غض البصر لأن البصر منفذ وطريق لتعلق القلب بهذه الآفة فيمرض ويعطب. ولهذا لكي لا يمرض القلب، لكي لا يصاب بالأدواء، يغلق المنفذ الذي يدخل الداء إلى القلب منه. أعطيك مثالا، لو كان الإنسان إلى قريب من بيته مكان فيه جيفة ورائحة كريهة ويخشى أن تؤذيه في بيته، هل يدع نافذة البيت مفتوحة أو يغلقها؟ إن تركها مفتوحة وقال أريد أن تبقى مفتوحة ولا أريد أن تصل، هذا تناقض الريحة، لأنه المنفذ مفتوح. فإذا أطلق لنفسه المجال للنظر ولا يريد أن يمرض قلبه، هذا تناقض، لأن هذه وسيلة مرض القلب. فالسلامة من مرض القلب أن يغض بصره. وإذا كان ابن القيم رحمه الله يتحدث عن غض البصر قبل وجود الوسائل التي بأيدي الصغار والكبار والذكور والإناث في زماننا، والتي لم يكن لها وجود في زمان سابق، إذا كان من سبقنا ولم توجد هذه الوسائل أصيبوا بهذه الأدواء
فكيف مع وجود هذه الوسائل التي أصبح الناس يروا من خلالها ما لا يخطر ببال أحد سابقا أنها ترى أو سترى في يوم من الأيام، لكن أصبحت الآن من خلال هذه الأجهزة ترى. وكم تصاب القلوب بسبب رؤيتها من أمراض خطيرة جدا، بل إن الكفار أعداء دين الله سبحانه وتعالى وجدوا هذه الوسائل مرتعا لهم للوصول إلى قلوب أبناء المسلمين وبناتهم بغرض إفسادها وإعطابها. كفانا الله شرهم، كفانا الله شرهم، وحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين من مكرهم وكيدهم، ولهم والله كيد كبار وإجرام عظيم في أبناء المسلمين وبناتهم. فهذا الذي يتحدث عنه ابن القيم رحمه الله الذي هو غض البصر يدخل فيه غضه عما في هذه الأجهزة من صور ومناظر فاتنة ممرضة للقلوب، بل ربما كانت الصور التي ترى في هذه الأجهزة ربما كانت أخطر على الإنسان من الرؤية المباشرة من جهات عديدة، لأن هذه الأجهزة أتاحت لكثير من الناس في زماننا خلوة لم تكن موجودة في الزمان الأول، حتى إن الخلوة هذه التي أتحدث عنها قد تحصل والشخص في خلوته جالس مع الناس، جالس مع الناس وهم من حوله، يفتح جهازه بحيث يطمئن أن من عن يمينه وعن شماله لا يرى ما يشاهد، فيخلو بالحرام ومن حوله الناس، وينظر المشاهد المحرمة ومن حوله الناس. ولو ظن أن أحدا حوله يرى ما يشاهد ارتبك، ورب العالمين يراه لا يرتبك ولا يتحرك قلبه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. والنظر الذي هو عن مباشرة ليس عن طريق الأجهزة قد يمنع الإنسان منه أو استدامته أمور وأسباب، لكن مع هذه الأجهزة ينظر ما شاء ولا يفكر إلا إن ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه الخوف من الله والمراقبة لله فإنه ينجو بإذن الله، وإلا لا عاصم من هذه المهلكات. فحديث ابن القيم عن غض البصر وأنه وانظر بدأ به في معالجة هذه الأدوية أو هذه الأدواء، بدأ به رحمه الله تعالى لأن البصر خطير جدا ومهلكة للإنسان، وهو يتناول النظر المباشر ويتناول النظر من خلال الأجهزة إما الجوال أو التلفاز أو غيرها، وربما كان الأمر في من خلال هذه الأجهزة أشد خطورة في كثير من حالاته. نعم. قال رحمه الله: وفي غض البصر عدة منافع، وهو بعض أجزاء هذا الدواء النافع. أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. وفي غض أعدها. قال رحمه الله: وفي غض البصر عدة منافع،
وهو بعض أجزاء هذا الدواء النافع. نعم. أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى، وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. هذه الأولى من فوائد غض البصر ومنافعها العظيمة، وهي كثيرة. عدد ابن القيم رحمه الله منافع كثيرة لغض البصر، لكن بدأ بهذا الأمر لأنه لب الأمر ومقصوده، وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن غض البصر في طاعة لله، في امتثال لأمر الله. فمن غض بصره لله فهذه قربة يجزيه الله عليها الجزاء العظيم في صلاح قلبه وسلامته من الآفات والأسقام. فمن منافع غض البصر وعدم إطلاقه أن هذا امتثال لأمر الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أمر بذلك. فإذا غض المرء بصره فهذه طاعة منه لربه وقربة لسيده جل وعلا ومولاه. نعم. قال رحمه الله: الثانية أنه يمتنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. نعم. البصر سهم مسموم يعني يسم القلب، معنى مسموم أي يوصل إلى القلب السم، يوصل له الداء. وكثير من القلوب إنما أعطبت بالأمراض بسبب البصر، بسبب نظر محرم تمادى فيه المرء حتى سم قلبه وأصبح فيه الداء العضال. فمن الفوائد أنه يمنع من وصول هذا السم إلى القلب. نعم. قال رحمه الله: الثالثة أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية على الله، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله، وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه. نعم. هذا أيضا مهم جدا، لأن إطلاق البصر يشتت القلب في أودية العشق والحب الزائف والتعلق الباطل، وصورة من تعلق به في قلبه وارتباط القلب بها ومشاهدتها بقلبه وحضور هذه الصورة في قلبه حتى في عبادته. يعني بعض المبتلين قد يقف في الصلاة بين يدي الله، يقف في الصلاة مع المسلمين في الصف وقلبه في فكرة آثمة أو في شهوة محرمة. انظر إلى أين يصل به أو يأتيه هذا التعلق حتى في صلاته. فلو لم يكن في غض البصر إلا أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية عليه، اجتماع القلب، ما هناك أشياء تشتت القلب وتبعده، لكفى في هذا فائدة ومنفعة عظيمة. قال: فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. هذا الفرح الذي يتحدث عنه ابن القيم أيضا شأنه عظيم، لأن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالمطيع عندما يكرمه الله سبحانه وتعالى ويجد من نفسه قوة عظيمة في غض بصره يفرح بالنعمة ويلتذ قلبه بذلك لذة لا يجدها من أطلق بصره، لا يجدها من أطلق بصره وأرخى له الزمام.
فهو يقوي القلب ويفرحه، وبالمقابل إطلاق البصر يضعف القلب ويحزنه ويمرضه. نعم. قال رحمه الله: الخامسة أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة. ولهذا ذكر سبحانه آية النور عقب الأمر بغض البصر فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال إثر ذلك: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فما شئت من بدع وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب، فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلمات. نعم. الخامسة وما بعدها تؤجل إلى اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.